السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله على اصحاب برج القوس بالفرح والهنا وتحقيق امالكم واحلامكم بامر الله تعالى. اصحاب برج القوس حبايبنا في كل العالم كله. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات الخفيفة بامر الله، والايجابية ان شاء الله. هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس، قبل ما نبدأ أي شيء طبعا بفكركم باللايك يا حبايبي. اللايك بيرفع من الفيديو، وعايزين نكبر قناة برج القوس. وطبعا ما فيش ايد لوحدها بتسقف، لازم الايدين ولازم كلنا نبقى طبعا مع بعض. النهاردة ان شاء الله هنشوف بعض التوقعات. بس قبل ما ابدأ في التوقعات، بشكر كل الناس الجميلة، كل الناس الطيبة، اللي هي دايما يعني بتسأل عني، ودايما متابعة في القناة وعلى الواتساب والتليفون بتاعي. بشكركم جدا جدا حبايبي، وبشكر كل الناس اللي دايما متواصلة معايا وبتسألني عن أخويا. أنا كنت اتكلمت، وكنت في بعض من متابعين الكرام كانوا متواصلين معايا، وإحنا طبعا أنا بشكر إنسانة جميلة جدا جدا، هي من العراق. يعني متواصلة معايا الحقيقة في تعب ومرض أخويا، ويعني قالت لي أنا على أدوية وكده، وربنا يجزاها كل خير. وبشكر ناس كتيرة جدا برضو متعاونين معايا، وبخصوص التبرع يعني لأخويا وكده، فاللي عايز يتواصل يدخل على الواتساب. ربنا يشفي كل مريض يا رب. ندخل في التوقعات. في شخص مزعلك، شخص مزعلك، بس الشخص ده من دمك، عامل لك مشاكل، يمكن من سنين عامل لك مشاكل، بس تزادت وتراكمت دلوقتي. الشخص اللي من دمك دوت، انت حاولت ان انت توجهه، حاولت ان انت تتعاون في حياته، تدخل جوه حياته، بس هو رافض ان هو يعني يدخلك في حياته. ولكن انت يعني منزعج الفترة ديت ان في مشاكل بقيت انت جواها من غير ما تعمل حاجة، ولا غير انت لك علاقة اصلا يعني بأي حاجة من الشخص ده. انا عايزك بس ان انت تفكر شوية، ان انت يعني تعمل برضو حساب للدم، وان انت تخلي نفسك طويل شوية، وتهدى شوية على الأمور دي، وهي هتتحل أصلا إن شاء الله. يعني هتتحل كده من عند ربنا، بس ما تدخلش يعني ناس ما بينكم، لأن طبعا انتوا عارفين لما يبقى شخص من دمك وكده، فطبعا الناس هتلومك انت، وانت طبعا مش بتعمل أي حاجة أصلا غير انك انت مظلوم. بصوا حبايبي، خلي عينيكم مفتوحة جدا الفترة دي، لأن ده ميعاد رجوع حق ليك. الفترة دي فيها رجوع حق ليكم، حق كان معدوم، حق كان يعني محكوم عليه ان هو يفضل طول عمره كده في الظلام، ولكن ربك لما بيريد الدنيا كلها بتتفتح، و يعني الحلول بتجيلك من كل مكان. فانا عايزاكم تاخدوا بالكم جدا الفترة ديت حاسمة لأمور حياتك. يعني الفترة دي حاسمة. انت دلوقتي تعبت كتير، دلوقتي انت بقى خلاص عايز تحط النقط على الحروف. ابتدي ان انت يعني تعمل خطة كده ممنهجة تمشي عليها، بحيث ان انت ما يضحكش عليك.
لان مش كل اللي بيضحك في وشك حبيبك، مش كل اللي طبطب عليك عايز لك ان تبقى مرتاح. انت تبقى يعني حكيم نفسك، ان انت تبقى عارف واخد بالك اللي قصادك ده يتمنى لك ايه، عاوزك تغلط، عاوزك تكبر، عايزك، يعني انت اللي هتقرر القرار ده، لانك انت دلوقتي في وضع حاسم لامورك، وكانت فيها امور مالية يعني ميتة، احنا هنقول ميتة، كانت امور مالية ميتة، كانت عقارات مدفونة، كانت يعني بصوا انتوا لكم حاجات كتير هتوصلكم، لان ده حق، والحق مش هيروح طالما هو رام طالب، مش هيروح، وانت بتسعى بقالك سنين على الحق ده. اصبر شوية، هتلاقي مضايقات، هتلاقي، بصوا ما تدوش ظهركم للشيء ده، لا بالعكس، عايزاكم تفتحوا عينيكم، عايزاكم تاخدوا بالكم من حقكم، ما تسيبوش اي حاجة، لان ده حقك، ده حقك. آه، اتفائل، يعني اتفائل، لان في فرحة، في فرحة جاية لكم ان شاء الله. ربك كريم، هو الوحيد اللي عالم بيك. الفرحة اللي جاية لك ديت فرحة عمرك، فرحة حلوة، انت هتبقى فرحان بيها. ناس كتير هتستكتر عليك الفرحة، وناس كتير عمالة تحسب لك فيها من دلوقتي وبالورقة والقلم، فلا، مالكش دعوة بحد، ما تقولش اسرارك لحد، ما تقولش انت بكرة هتعمل ايه، ما تعرفش حد طريقك، ما تعرفش حد يعني الطريق اللي انت ماشي فيه، اقفلوا على نفسكم من الناحية دي. عندك ضيوف على غفلة، اجهز بقى، اجهزوا، يعني عندكم ضيوف على غفلة. في كمان عندنا في فرحة حمل بأمر الله إن شاء الله، وفرحة واضحة وصريحة، يعني في فرحة حمل إن شاء الله، وابقوا فرحوني عشان أفرح معاكم. عندكم كمان الطرف الثالث هيخرج من العلاقة، الطرف الثالث هيدخل خلاص، يعني بصوا هو عرف وشاف وتيقن ان الشريك او الحبيب بيحبك ومش عايز حد تاني غيرك، فالطرف الثالث ده هيسحب نفسه كده، ويعني انت تعمل له باي باي. عندكم سفر لمكان قريب منك، سفر. في كمان في شخص هيدخل حياتك من ناحية العمل، شخص جديد هيفتح لكم آفاق، هيفتح لكم بيبان كتيرة، هيعرض عليكم مشاريع، يعرض عليكم صفقة، يعرض عليكم أمر معين، ويعني هتكون حاجة كويسة جدا جدا في حياتك. بس انت اتفائل، يعني مش ما تبقاش عندك الايه، لا ده كل مرة بيحصل كده، لا ده انا مش هيحصل معايا شيء كويس، لا ما تقولوش الكلام ده، عشان طبعا ما تستدعوش الطاقات السلبية اللي انتوا اصلا بتحبوا تستدعوها من ولا شيء. فانا عايزة دايما تبقى الامور معاكم ايجابية في كل حاجة، حتى في تفكيرك وتصرفاتك، اي شيء حط قدامك دايما الطاقة الإيجابية، وحط قدامك ان انت بتسعى، وربنا ان شاء الله هيوفقك. بصوا بقى، وفي قطعة أرض كانت واقفة، عارفين زي الحاجة كده اللي هي، بصوا يعني نقولك ايه، كان عليها كده رصد، كان يعني في قطعة أرض عندكم كان عليها رصد من سنين، بتحاول تبيع فيها والناس ترجع تاني ويرجعوا في كلامهم تاني، وما ما تكملش البيعة، ما تكملش انتوا فاهمين. أخيرا خلاص، يعني انت هترتاح من ناحية حتة قطعة الأرض ديت. في مشروع هيقام عليها، في شركة هتاخدها، في المهم ان انت هتربح منها مال كتير، انت هتربح منها مال كتير ان شاء الله يعني. بفكركم باللايك، واتمنى لكم كل الخير وكل السعادة.